السلام عليكم. يلا بينا نعمل غدا بسيط وسريع جدا جدا. محمر مكرونه، وعشان المكرونه تتحمر معاكي كلها بالطريقه دي لازم تحطي وهي بتتحمر حبه ملح. هتتحمر كلها معاكي وهتبقى لون واحد وهتتحمر بسرعه جدا. حطيت طماطم مبشوره، طماطمايه كده مبشوره ومعاها مكعب ماجي، وكمان حطيت ميه. وبعد كده بدوق عشان انا كنت حاطه ملح قبل كده في المكرونه وهي بتتحمر، وحطيت الماجي فدقت لقيتها محتاجه ملح، هحط لها شويه ملح واحط شويه فلفل اسود وهسيبها تبتدي تغلي، وبعد ما تتشرب بهدلها زي الرز بالظبط. معايا هنا بصل مبشور ومعايا طماطم برضو مبشوره، بخلطهم مع بعض بملح وفلفل اسود. ومعايا وركين غسلهم كويس ومنضفاهم، وكنت نقعهم في الليمون وشطفتهم كويس جدا عشان الفراخ ما يبقاش فيها زفاره. باخد الخليط اللي انا عملته البصل والطماطم وبحطه في الوراك بالشكل ده، وبره الوراك يعني بوزع بره وجوه واسيبهم مع بعض شويه. وبعد كده ببتدي احطهم في حله يعني حله فاضيه ما فيهاش ميه ولا اي حاجه، وبسيب الوراك تستوي كده بميه البصل وميه الطماطم. وبعد ما بتستوي طبعا بيبان عليها تمام، بعد ما بتستوي بقى اخدها احطها في صينيه تحت الشوايه وبتاخد لون وبتبقى جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. دي شكل الوركينه هما شكلهم بقى حلو، ودي المكرونه اللي عملناها مع بعض. بس كده فيديو بسيط حبيت اشاركه معاكم، باذن الله الطريقه تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.